في ممكن عملت قطعة صغيرة لبرنامج للموسيقى لرمضان، حصلت على ممكن $50,000 ل15 ثواني تقريبا. يزخر سجل الملحن والمؤلف الموسيقي هالكوت زاهر بالعديد من الأعمال الفنية التي نحتت اسمه في عالم الفن في الوطن العربي. واصل ابن مدينة السليمانية في حلمه منذ صغره حتى نجح في حصد ثمرات مجهوداته عبر تتويجات كبيرة في مجال الفن والتلحين الموسيقي. اسمي هالكوت زاهر، مولود مدينة السليمانية، مؤلف موسيقي وملحن موسيقي، خريج معهد فنون جميلة بمدينة السليمانية، ودرست الموسيقى العالية بألمانيا. وصلت ل 2500 أعمال فنية، تعتبر هو رقم القياسي حاليا بالوطن العربي. بلشت بالكم أغاني وكم أناشيد، منهم نشيد معروف للحزب الديمقراطي الكردستاني بيشماكة وبارزاني، تعتبر هو أهم أناشيد الموجودة بكردستان. بعدين فكرت أعمل استوديو لنفسي لأقدر أنتج أعمالي بنفسي، وفتحت استوديو باسم سندريلا. تطورت الاستوديو بمجال إنتاج الأعمال في كردستان وحتى في العراق، وحتى على مستوى الوطن العربي لما يطلبوني عمل مهرجان معين أو لاحتفالات معينة، والحمد لله موجودين بمشروعنا ونهتم فيها دايما. بالبداية ما كانش قبول الجمهور بالمستوى المطلوب، عشان أول شيء كان بيجي لنا الصعوبات عشان طريقة اللبس الفنانات، لأنه كانت شكل جديد ونوع جديد، ولكن شوية شوية قدرنا نسيطر على هذا المجال ونفهم الناس أكثر، والناس كمان يفهم علينا كإحنا نقدم فن، وفن تعتبر هي الرسالة. قبول الجمهور والحب الجمهور هو أهم أهدافنا. اختص هالكوت زاهر في دراسة الموسيقى في ألمانيا، هذا ما مكنه من اكتساب خبرات أكاديمية فتحت له طريق النجاح والاحتراف في مجاله. دراسة بأي مجال والأكاديمية بأي مجال يساعدك عندك تطور وعندك ثقافة جيدة. لما أنت تتعامل مع كلمات والأغاني ده يبقى على إحساس الموهبة فردية. لما تروح على الناحية الثانية الأكاديمية وتأليف الموسيقى، ساهمني دراستي وخبرتي اللي أخذتها بأكاديمية. أنا منذ بدايتي ومنذ بلشت طريقتي مختلف تماما مع جميع اللي موجودين. حبيت دايما أكون مختلف لأقدم فن مختلف، أشوف إحساس الناس والجمهوري، أحترم طبعا آرائهم، ولكن طريقتي ما تشبه أي طرق وأي أعمال وأي شركات الإنتاج. ممكن من نوعية الستايلات الفنية ممكن واحد يقرب، ولكن وجود فكرتي والأفكار اللي أنا أريد أن أنفذها وأعملها مختلف تماما. الإصرار على النجاح وقوة العزيمة مكناه هالكوت من التميز والنجاح في مسيرته الفنية، واستطاع رغم العوائق التي واجهها من بلوغ مكانة مهمة في عالم الفن في الوطن العربي. الحمد لله أنا وصلت لمراحل كبيرة بحياتي. أخذت جائزة أحسن ملحن بالشرق الأوسط 2012، وأخذت كذا أعمال أحسن ملحن بوطن العربي، وحتى أخذت جائزة الجند المدشوق بهنغاريا، وكرموني من دار الأوبرا المصرية، وآخر تكريمي كان الأمم المتحدة بالقاهرة على جائزة السندريلا سعاد حسني. أخذت جائزة العنقود في العراق عن عنقود الذهبي. ممكن الحمد لله أكون راضي على المستوى اللي وصلته. ليس لدي طموح أكثر، لله نجحني ووصلني لهذا المرحلة. كل شيء لواحد يتمنى إذا عنده قناعة توصل. مثالا أنا عمري 5 سنين ونص حبيت فنانة سعاد حسني، قدرت أوصل فيها وألحن آخر أعمال، يعني ليست بصعوبة أي شيء تتمنى، رغم أن شخص كردي وما كنت أقدر أكلم اللغة العربية، ولكن وصلت. إذا شخص عنده قناعة يعني إرادة على نفسيتك تقدر توصل لأي مرحلة وأبعد إلى أبعد ما يكون، وهذا أنا اللي وصلت والحمد لله مرتاح فيها.
الاستمرار والصبر والمحبة، وتكون مقنعة بذات النفس. يعني إنسان لازم مقتنع يعني يقتنع بنفسه أول شيء، وعنده قناعة ذاتية لكي تقدم أحسن وأكثر وتكون شخص ناجح.